تخيلوا معي أول ما تفتحوا الفرن ريحة الفانيلا الدافئة بتغمر المكان، والكيكة البيسك الإسفنجية منتفخة ذهبية خفيفة مثل الغامة. كيكة ما بتتشبه، ناعمة طرية وبتذوب بالفم. اليوم رح نحضرها سوا خطوة بخطوة، وخليني أقول لك ولا أسهل ولا أروع من هيك. يلا نبدأ الوصفة. المكونات: 5 بيضات، كوب وربع سكر، رشة فانيلا، ثلث كوب زيت نباتي، ثلث كوب حليب، كوب وربع طحين، ملعقة صغير بايكنج باودر، رشة ملح. بوعاء زجاجي نظيف كسرنا البيض بداخله، لازم يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة. أضفنا السكر فوق البيض ورشينا الفانيلا من خلاصة العيدان. بلشنا نخلط بالخلاط الكهربائي حتى صار الخليط ناعم وفاتح. لما صار القوام كريم ناعم أضفنا الزيت بهدوء وبعده الحليب وخلطنا كمان شوي. تأكدنا من إنه الخليط صار سوفت بيك ومتماسك. بعدين نخلينا الطحين فوق الخليط باستخدام منخل، ورشينا بايكنج باودر وملح. باستخدام السباتولا قلبنا الخليط من تحت لفوق بدون ما نخسر الهواء اللي دخلناه بالخفق. لما صار الخليط جاهز صبيناه داخل قالب مدهون زبدة. بعد ما ملينا حطيناه بفرن محمى مسبقاً على حرارة 170 درجة ولمدة 35 دقيقة. ممنوع منع بتا فتح الفرن والكيكة تخبز بداخله. وبعد الانتظار طلعت الكيكة منتفخة ذهبية ورائحتها لا تقاوم. هاي هي وصفتنا لليوم، الكيكة البيسك الإسفنجية بالفانيلا. وصفة تفتح النفس وسهلة التحضير. جربوها وشاركونا رأيكم بالتعليقات. وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.